مساء الخير اخوي تركي، تحياتي لضيوفك الكرام. سمو الامير مساء الخير. اهلا وسهلا، تسمعني تركي؟ شباب الصوت مو واصلني. مساء الخير سمو الامير. مساء الخير تركي. هلا وسهلا، شاكرين لك قبول المشاركه معنا سمو الامير. اليوم في الحساب الخاص بك على تويتر كتبت اكثر من تعليق اظهرت من خلاله عدم الرضا على بعض المواد، ويمكن كان ابرز تعليق اليوم تم تداوله اللي هو تعليقك على احد المواد بانه الجحه. كانت ماده غير مفهومه بالنسبه لي، بس انا ابغى اقول اخوي تركي انه يعني انا اخشى ما اخشى قلتها، انه يقال انه اللائحه هذه عرضت على الانديه واخذ رايها فيها، صحيح انها عرضت على الانديه، ولكن في حقيقه الامر احنا مثلا في الهلال كتبنا 12 صفحه تحفظات وملاحظات على اللائحه وارسلناها، ولم يؤخذ باي شيء من هالتحفظات او الملاحظات. نفس الشيء حصل مع الاخوان في نادي الشباب والاخوان في نادي النصر، قبل شوي كنت في مداخله في الملعب واكدوا نفس الكلام، سواء ابو الوليد او سلمان القريني. فبالتالي يعني انا ما ادري وش الفائده من انك انت تاخذ راينا في شيء وما تاخذ ولا شيء من راينا، خصوصا انه في ثغرات واضحه جدا في اللائحه، واضح انها مترجمه عن لائحه الفيفا اللي تتكلم عن مسابقات مجمعه زي كاس العالم والقارات، حتى موجود في اللائحه نفسها متطرق لكاس القارات. ما ادري وش دخلنا بكاس القارات. واضح انها مترجمه حرفيا ومنقوله الى لوائحنا في الدوري. وفي اشياء فيها تدخل في صميم كره القدم. ابرزها سمو الامير. يعني مثلا لما الحارس يطلع او لما اللاعب يطلع كره من المرمى بيده يطرد ويوقف مباراه ويغرم 20,000، يعني هذا تدخل في قرارات كره القدم نفسها، هذا ما هو قرار انضباطي، ما هو سلوك مثلا، ما هو ضرب، ما هو بصق تكرمون، ما هو هذا شيء. الشيء الثاني مثلا في ملحوظه في اشياء كثير بالمناسبه 12 صفحه، ولكن اذكر لك الحين اللي في بالي. في مثلا يقول لك انه اللاعب اذا كان موقوف واشركته في مباراه وديه تتحول نتيجه المباراه تعتبر خاسر 3-0 وتغرم 30,000 ريال. وش هالمنطق؟ هذه مباراه وديه في نادي، هذا يدلك انها محطوطه على لائحه الفيفا، لانه المباريات الدوليه الوديه لا ممكن تؤثر على تصنيفك كمنتخب، ولكن المباريات الوديه اللي في بين الانديه وش دخلها في الامر هذا؟ هل افهم من ذلك مثلا اذا كان عندي لاعب، اذا كان انا ممنوع لاعب موقف في مباراه وديه، هل افهم من ذلك مثلا انه اذا انا عندي لاعب موقوف 4 مباريات ممكن اسوي 4 مباريات وديه واقول في 4 مباريات وديه ما لعبها ولعبوا اول مباراه رسميه؟ يعني في اشياء كثير ما لها معنى وما لها مبرر. يعني في مثلا كمان حكايه انه كرتين يتوقف اللاعب. كيف كرتين يتوقف اللاعب؟ يعني في الدوري الانجليزي 5 كروت يتوقف اللاعب، انا مثلا عندي 7 لعيبه في الاولمبي ما حيكونوا معي موجودين، حيكونوا موجودين مع المنتخب في خلال الدوري، و3 لعيبه في المنتخب الرديف نفس الشيء، ما يبقى عندي الا يعني تقريبا 20 لاعب من ال30، وتوقف لي في كل مباريتين اذا اللاعب اخذ كرتين توقف مباراه في دوري 26 مباراه في 26 جوله. يعني ما هو منطق، يعني في اشياء كثير ما هي منطقيه وابدينا اعتراضاتنا عليها وللاسف لم يؤخذ بها ابدا. انا خلاصه الموضوع تركي، انا ما ادعو الى، انا اناشد الامير نواف، ناشدته قبل قليل في الملعب برنامج الملعب انه يعني يعمل ورشه عمل او يعمل لقاء بين لجنه الانضباط وبين المسؤولين في الانديه لحل هالموضوع والاشياء هذه تنحل ونوصل للنتيجه، لانه بالطريقه هذه احنا لم يؤخذ راينا بهاللائحه ولسنا موافقين عليه. الامير عبد الله فيها ثغرات واضحه، خصوصا ارجع اقول فيها عقوبات ماليه مغلظه. طيب احنا ال5 انديه اللي عندها رعاة نقدر ندفع. الانديه اللي في الدرجه الاولى والثانيه لو تعاقبهم ب3 عقوبات 4 عقوبات من هالنوع احسن لهم يقفلون النادي. مش ممكن يعني ماني شايف انها مبرره يعني اللائحه هذه بالاشياء اللي فيها الصراحه. نعم، الامير عبد الله بن مساعد كان له حديث اعلامي سابق ذكر بانه الافضل يعني سنطلب من اللاعبين، لو اضطررنا ان نطلب من اللاعبين سنبلغ اللاعبين انه الضرب اقل كلفه على اللاعب من البصق. هذا صحيح موجود في اللائحه. اقل كلفه. اي لا موجود في اللائحه للاسف، يعني انه مثلا تكرم البصق او تكرمون السامعين، البصق مثلا 12 شهر و60,000 اظن او 60,000 تقريبا، والضرب 6 شهور ونص الغرامه. طيب يعني هل هذا يفهم انه مثلا، طبعا احنا ضد البصق وضد الضرب وضد اي سلوك مشين، هذا بالتاكيد ان احنا ما نسعى اليه انه ما يكون هذا الشيء موجود في ملاعبنا. ولكن هذا المفروض من الانديه تقول للاعبين انتبه اذا رفضت يعني وياك تفكر انكم تكرمون تدفل او تبصق، لا طق احسن. شو المنطق؟ طيب سمو الامير، في تصريح الدكتور اليامي ذكر بانه اللائحه
واضحة وشفافة في النصوص واللوائح التنفيذية لها. أنت ذكرت أنه فعلا اليوم في أحد تعليقاتك ذكرت أنه هذه المادة تفسيرها الجحة. أي مادة اللي كنت تتحدث عنها سمو الأمير؟ إيش اللي مبواضح؟ ماني ذاكرها للأمانة، بس أذكر أنه ليتك تحاول تطلعها، ما هي عندي الحين تركي من كثر ما هي صعبة ماني قادر أحفظها. أنه النادي اللي يوقف عند استاد معين لا يحق له اللعب في استاد محدد، كذا تعرف غطو. يعني مادة غطو. يعني أنا عموما أنا أقول أشكر الإخوان في لجنة الانضباط، نقدر جهدهم. أكيد أنك تعد لائحة من 71 صفحة وفيها بنود كثيرة، أكيد أنك اشتغلت واجتهدت، ولكن يعني لما يكون في أخطاء واضحة وفادحة في اللائحة، هذا لا يعني انه احنا مقدرين جهدهم، ولكن برضو لا يعني ايضا انه الاعتراف بهذه الاخطاء الفادحه والواضحه ينبغي ان يتم التعامل معها وارجاع الامور الى انصافها والتفاهم مع الانديه، لانه هذا الامر يمس الانديه في نهايه الامر. بعدين ارجع اقول على حاجه، الحين انا اخشى ما اخشى ايضا انه يقال لنا انه ارجعوا انه الفيفا وافق على هذه، الفيفا طبعا ما هو رافض، انتم عرضتم على الفيفا هذا الامر ووافق الفيفا. بس انا اعتقد انه هذا الكلام ما هو منطقي، ما هو مبرر. طيب اذا كان الفيفا، طب خذوا الفيفا في كل شيء، لا تقتل لعيبه المنتخب الا قبل 5 ايام من المباريات. يعني يعني لازم يكون في تفاهم مع الانديه عشان الامور تمشي. انا اعتقد اللائحه هذه مجحفه جدا وفيها اشياء غير مبرره وينبغي اعاده النظر. سمو الامير، اخيرا ابغى اسالك عن موضوع خارج موضوع لائحه الانضباط. الاستاذ او المدرب الوطني عبد العزيز الخالد كان له تصريح في جول اونلاين، ذكر بانه الامير عبد الرحمن بن مساعد ذكر اسمي دون وجه حق في موضوع ابعاد او طرد او اعتذار اللي حدث للسيد دول مدرب الفريق الهلالي. هو صحيح ما احد، انا يعني عموما اذا كان هذا الامر اساء وانا اعتذر له فعلا. الاستاذ عبد العزيز الخالد ما كان له علاقه بالموضوع، وانا من خلال برنامجك اذا كان هذا الامر اساء واعتذر له، وحتى لو لم يسيء هو ما كان المفروض ان انا اقحم اسمه في الموضوع، ولكن انا اللي وصلني انه هو عبد العزيز الخالد، ولكن لا يغير من الامر شيء. هو مسؤول من نادي الشباب طلب من تمثل المغادره، ومع ذلك انا لا اجد حرجا في انني اعتذر به. الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك كابتن نايف.